مساء الخير عليكم. اليوم غادي نتعاود معكم على الجهويه في المغرب. نقول لكم بان الجهويه في المغرب هي النتاج ديال سنوات ديال التراكم، خصوصا فيما يخص السياسات اللامركزيه واللي بداتها بلادنا في السبعينيات ديال القرن الماضي، مرورا بالدستور ديال 96 وكذلك الدستور ديال 2011. اليوم كتعزز كذلك المسلسل ديال اللامركزيه اللي كتعتبر خيار لا رجعة فيه، خصوصا بالتوجيهات الملكية السامية من خلال التوقيع على اتفاقية متعددة الأطراف من أجل التسريع ديال ورش الجهوية المتقدمة في بلادنا. وكذلك خصني نقول بأن الجهات اليوم في بلادنا كتحظى بواحد الأهمية خاصة، وهي الفضاء المناسب من اجل التحقيق ديال واحد النوع ديال الاندماج ما بين السياسات الحكوميه وما بين مختلف الفاعلين في المجال الترابي ديال الجهه. كنأكد لكم بان ورش الجهويه المتقدمه كيفرض راسو، وهو احد العناصر الاساسيه في المعادله ديال تحقيق الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي بالمملكه من خلال التجاوز ديال المجاليه ومن اجل التقليص ديال الفوارق الاجتماعيه. بصفتي منتخب جهوي في مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة من بعد مرور نصف الولاية الانتدابية اللي كتنتهي في سنة 2027، اللي كنتشرف وكنعتز بأن الناخبين اتقوا فيا وصوتوا على الحزب ديال الأصالة والمعاصرة. يمكن يتحدث معكم على مجموعة ديال الإيجابيات والسلبيات من خلال التجربة ديالي اللي كيعرفها واحد النوع ديال التدبير جهوي في البودكاستات المقبلة. من تحت ديال هذا الفيديو غادي نخلي لكم كذلك الموقع ديال البوابه الوطنيه للجماعات الترابيه، واللي فيها مجموعه ديال القوانين التنظيميه ومجموعه ديال المراسلات اللي كتفسر التنظيم ديال الجهات وكذلك الاختصاصات ديالها، سواء الذاتيه المنقوله او المشتركه. تبقوا على خير.